احنا دارسين نفسية الشعب المصري. الشعب المصري كله ماسك في ديل الحكومة وكأنها امه اللي خلفته، حتى لو كانت الحكومة دي ماشية على حل شعرها. كلمتين اتقالوا في فيلم عمارة يعقوبيان بيلخصوا طبيعة العلاقة ما بين الشعب والحكومة من زمان ولحد دلوقتي، وكل يوم بيعدي بيثبت صحة الكلمتين دول أكتر من اللي قبله. الحكاية ببساطة إن الحكومة ما بقتش تطبطب ولا تدلع، وبتقولك لازم تعتمد على نفسك شوية، لأن من الآخر كده ما بقاش في إيدي أي حاجة أقدر أعملها لك. ولو بصيت بنفسك حوالينا في العالم كله وشفت بيحصل فيه إيه، هتلاقي إن كل الناس في كل الدول بتشتكي من الأسعار ومن كل حاجة. فأنت بقى كمواطن مصري لازم تجهز نفسك إن الدعم كده كده هيتشال زي ما اتشال من دول كتير قبلنا، لأنه بيعجز الدولة وبياكل من الميزانية. ده غير كمان الزيادة السكانية الرهيبة اللي بتزيد باستمرار، ووصلت في السنوات القليلة اللي فاتت ل 30 مليون مواطن. وبالرغم من كل ده والأسعار الزايدة والظروف الصعبة اللي الناس كلها بتشتكي منها، عايز أقولك إن الحكومة طبقت تقريبا 50% بس من القرارات الاقتصادية اللي المفروض تحصل من سنين فاتت. يعني تقدر تقول كده اللي لحق لحق، واللي قدر يتجوز ويخلف أيام الرخص من بدري ده كان حظه حلو، واللي لحق كمان يشتري عربية وشقة تمليك هو ده اللي طلع كسبان دلوقتي. ومن الآخر بقى الوظيفة الحكومية أو الثابتة اللي كنت معتمد عليها زمان وشايف دايما إنها دليل على الأمان، دلوقتي ما بقتش تأكل عيش وما ينفعش تعتمد عليها لوحدها. حتى لو كنت ضامن مرتب ثابت بيجيلك منها كل شهر، أو مكافأة نهاية الخدمة ومعاش تكمل عمرك بيه. ولو جينا اتكلمنا بالأرقام فاحنا عندنا حوالي 4 مليون موظف حكومي، ده غير طبعا الملايين اللي في القطاع الخاص. والواقع بيقول انهم المفروض يقلوا عن كده، لان اغلب الوظائف اصلا ما بقتش مهمة ولا محتاجينها. حتى الشركات العالمية الكبيرة اللي ارباحها بتزيد كل شوية وبتساوي ميزانية دول استغنت عن موظفين كتير عندها، زي شركة مايكروسوفت مثلا. ده غير شركة تويتر اللي استغنت عن حوالي 50% من موظفيها. وهو ده بالظبط اللي بدأت تعمله مصر وغيرها كتير من الدول، خصوصا في الحاجات اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا والشغل عن طريق الإنترنت، زي المؤتمر اللي عمله الرئيس السيسي مع المبدعين من الشباب الصغيرين ورواد الأعمال الحرة. وكل ده ضمن خطة مصر الرقمية في السنين الجاية. علشان كده الحكومة دلوقتي بتقولك انت كمواطن كبرت خلاص، ولازم تتعلم تصرف أمورك لوحدك، خصوصا انها فعلا مش امك اللي خلفتك. وحتى لو اعتبرناها كده، اعتبر انها مزنوقة ومش معاها تديك. هي يا دوب بتحاول بالعافية تلحق السرعة الجنونية اللي بيجري بيها العالم، والعالم ده بيتغير كل ثانية مش كل سنة. اما بقى فكرة انك تفضل تشتكي ليل ونهار على الفاضي والمليان، وتقول اصل السبب في كده هو كذا، ولو ما كناش عملنا كده ما كانش حصل كذا، ما بقتش بتجيب همها برضو. لان زي ما بيقولوا كده ببساطة، اللي حصل حصل خلاص، وكلمة يا ريت ما بترجعش أي حاجة. فاحمد ربنا وقول يا بخت اللي فكر وفهم ولحق نفسه قبل فوات الأوان، بدل ما يقعد يندب حظه ويضيع وقته في الندم والبكا على اللي كان. خلينا نقول في النهاية، الأزمات لما بتزيد حلها ما بيكونش في إيد حد واحد، حلها بيكون في إيد الناس كلها، لو كل واحد تعامل مع الأزمة على إنها أزمته الشخصية مش أزمة عامة. واوعى تفتكر أبدا إن دلوقتي في حد كبير ممكن يحل للصغير حاجة، لأننا ببساطة بقينا كلنا عايشين في غابة، والحياة بقت مسؤولية كل واحد فينا. يعني من الآخر كده، لو أنت مش شاطر كفاية وقادر تطور من نفسك باستمرار وعارف تتصرف إزاي، هيجي يوم عليك هتتاكل ومش هيبقى لك مكان فيها.